لو بتخاف ما تسمعش القصة دي، علشان بجد مش هتعرف تنام. انت عارف انت مش لوحدك دلوقتي، يعني احذر ممن حولك. قصتنا النهاردة عن واحد شغال عشماوي، في يوم بيطلب منه يعدم دجال. بس الدجال ده مش دجال عادي، اللي بيحاول يقرب منه بيأذيه شر الأذية. يا ترى بقى اللي هيعدمه ممكن يعمل فيه ايه؟ كمل القصة للآخر علشان تعرف قصة إعدام الدجال. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. بطل قصتنا النهاردة اسمه عصام، متجوز وعايش في البحيرة. الشغل بتاعه بطبيعته مخيف، من الآخر كده بيريح الناس قوي. بيشتغل عشماوي، وطبعا مفيش غير عشماوي واحد بس في مصر. في الأول كان خايف من الشغل ده، بس بعد كده اتعود عليه. كل واحد بيجي تحت ايده ويشوف نظراته. قبل ما يموت كان بيحس بضعف، بس كان بيقول لنفسه دول مجرمين في المجتمع. وفي يوم اتصل بيه مأمور السجن بتاع الصعيد وقال له هتيجي بكرة علشان عندنا واحد هيتعدم. أول ما وصل للسجن لقى جو السجن غريب، فسأل واحد هناك قال له في هنا واحد دجال، بس ايه واصل قوي، بيعمل سحر ويحضر أعمال، وكمان بيعمل أعمال لناس ويحطها في بق الميتين. فسأله هو ممسوك في ايه؟ قال له والله حاجة غريبة، كان بيجيب البنات سن 15 سنة ويذبحهم ويقدمهم قرابين لملوك الجن، ومسكنا عنده حوالي 12 جثة ودمهم مكتوب بيه حاجات غريبة على الحيطة. وقال له انت عارف القاضي اللي حكم عليه بالإعدام؟ مات هو ومراته وعياله امبارح. عصام سأله ماتوا ازاي؟ الراجل قال له البيت بتاعه ولع بيهم. مأمور السجن جه وهم بيتكلموا واخد عصام. عصام قال له اللي هيتعدم ده ليه يا فندم؟ المأمور قال له ده واحد لقينا عنده جثث بنات صغيرة. أول ما عصام سمع الكلام ده كوباية الشاي اللي في إيده وقعت، وقال له هو الدجال ده اللي هيتعدم النهاردة يا فندم؟ المأمور ضحك وقال له انت خفت ولا ايه؟ عصام قال له يا باشا لسه بيقول القاضي اللي حكم عليه مات هو وعياله ومراته. المأمور قال له ما تخافش، دي حادثة عادية. تاني يوم راحوا علشان ينفذوا الحكم، وهو رايح على الزنزانة بتاعة الدجال كل ما يقرب يحس بسخونة غريبة في الجو، لحد ما وصل لهناك. فتحوا الزنزانة لقوا واحد شكله غريب، استغفر الله العظيم، شعره طويل بطريقة بشعة، دقن طويلة، وبيضحك وقال لهم أخيرا انتوا اتأخرتوا كده ليه؟ أخدوا الدجال وكان ماشي معاهم عادي جدا، وفجأة بص لعصام وعينه برقت وقال له انت عامل ايه يا عم عصام؟ عصام أول ما سمع اتكهرب مكانه، عرف اسمه منين. طول الطريق عمال يبص لعصام ويبتسم. وصل لغرفة الإعدام، فضل الشيخ يتكلم ويقول اتشاهد يا ابني، والدجال يبص له ويضحك. اتشاهد، ويبص له ويضحك. الدجال قال لهم هو اللي هيتعدم مش يبقى له طلب ولا ايه؟ الشيخ قال له اه طبعا. قال لهم طلبي اني افضل متعلق في الحبل يومين، محدش ينزلني. كل اللي سمع الكلام ملامح وشه اتغيرت. طب ليه الطلب ده؟ قال لهم هو ده طلبي، اني افضل متعلق في الحبل يومين. قالوا له ماشي. وعصام رايح يلبسه الكيس على دماغه، الدجال قال له لا، انا مش عاوزه يا عم عصام، خليه معاك. بصيله بصة، لقى عينيه قلبت بقت بيضة. وهو بيلبسه الحبل شاف ظهره وكان عليه رسومات غريبة. الدجال قال لهم على فكرة مش آخر مرة هتشوفوني فيها. وراح ضحك ضحكة بصوت عالي، وراح عصام شادر السكينة مرة واحدة. عصام قال للمأمور انتوا هتسيبوه في الحبل كده؟ المأمور قال له ده ياما عذب ناس، خليه يتعذب، وبعدين مفيش حد جه سأل عليه، ومفيش حالات إعدام تاني. كلمة مش آخر مرة هتشوفوني ما كانتش مفارقة دماغ عصام. عصام وهو داخل على البيت
حس بنفس السخونية اللي حسها وهو داخل على الزنزانة. استغفر ربنا ودخل سلم على عياله ومراته وحكى لهم على الموضوع بتاع الدجال ده. وهو نايم سمع صراخ ابنه بالليل. راح جري وقال له: مالك يا ابني؟ قال له: حلمت بواحد شعره طويل ومتعلق في حبل مشنقة وحوالينه تعابين كتير ومبرق عيني قوي وقعد يضحك بصوت عالي. عصام سمع الكلام ده جسمه سام من بعضه. الصبح بنته قالت له: يا بابا، في حاجة غريبة في الحمام، في بقعة في السقف كده عاملة زي الدم أو البهية. راح شافها لقاها فعلا بقعة دم. حاول يمسحها مش راضية تتمسح. وهو قاعد سمع مراته بتصرخ مرة واحدة. قال لها: في ايه؟ قالت له: في حاجة عدت بسرعة كده في الطرقة دي. ما عداش دقيقة ولقى مأمور السجن بيرن عليه وبيسأله: انت ما حصلش معاك اي حاجة غريبة كده امبارح؟ عصام قال له: ليه يا فندم؟ المأمور قال له: بطمن عليك بس. عصام قال له: انت يا فندم حصل معاك حاجة؟ قال له: لا لا لا، مفيش حاجة. عصام دخل الحمام بعد الأكل وقعد مركز في البقعة. لقاها بتتحرك بالراحة، وفجأة لقاها قدامه على الحيطة. فتح الحمام وطلع يجري. رجع تاني لقاها مكانها بس كبرت شوية. قعد يرن على المأمور، موبايله مغلق. وهو نايم جاله اتصال من رقم غريب. رد سمع صوت حد بيتنفس. فضل يقول: الو الو الو. مفيش رد. وفجأة صوت غريب رد عليه وقال له: ازيك يا عصام. وقفل. فضل عصام يتصل على الرقم يقول له: هذا الهاتف غير موجود بالخدمة. راح لشركة الاتصالات بيديلها الرقم. قالوا له: الرقم ده متسجل باسم واحد، بس الواحد ده لما سأل عليه لقى ميت من 15 سنة. فجأة لقى مأمور السجن بيرن عليه وبيقول له: الحقني الحقني يا عصام. والخط فصل. راح راكب على طول على الصعيد وراح المركز وسأل على بيته. وصل لقى لمة كبيرة هناك ومأمور المركز ميت. فضل يدور في البيت على أي حاجة. لقى نفس البقعة اللي عنده ولقى ورقة مكتوب فيها: عصام، أنا آسف إني ما قلتلكش إن بيحصل معايا حاجات غريبة. الدجال موجود. وحذر الشيخ علاء. الشيخ علاء هو الشيخ اللي كان معاهم وكان بيقول للدجال اتشاهد. حذر الشيخ إنه موجود. أنا كان بيحصل معايا كالآتي: بالليل وأنا نايم أفتح عيني ألاقيه واقف قدامي ومبرق عينه بتبريقة غريبة وما بيتكلمش. أدخل الحمام ألاقي بقعة دم بتتحرك وكل يوم بتكبر شوية لحد ما ظهر فيها عين بيضة. أحس بهوا دافي بالليل بيسخن البيت كله، وأسمع صوته وهو بيقول لي: أنت أول واحد. وبعدين البقعة دي كبرت قوي. عصام راح للشيخ علاء على طول. لقاه توفى ومحدش يعرف السبب. روح بيته لقى البقعة كل يوم بتكبر شوية. وهو واقف في الحمام بيبص في المراية لقى شكل بشع وراه. بيبص تاني ملقاش حاجة. قرر انه يروح لشيخ، وفعلا راح لشيخ. الشيخ قال له: مش منطقي الكلام اللي انت بتقوله ده. صلي وقرب من ربنا وهتبقى كويس ان شاء الله. روح وهو نايم بالليل سمع ابنه بيصرخ. جري اخده في حضنه وقال له: مالك يا حبيبي؟ ابنه قال له: يا بابا، انا حلمت بالراجل تاني وقاعد يتمرجح على حبل المشنقة ويقول لي واللي ابوك ما فضلش كتير. وراح مبرق في وشي جامد قوي. تاني يوم راح للشيخ. الشيخ قال له: انا مش عارف اقول لك ايه، الحاجة دي مش هيحلها غير دجال زيه. روح وشوف هيقول لك ايه، يمكن ينفعك. فضل يسأل لحد ما قالوا له على واحد اسمه كازور. سألهم: هو ده اسمه؟ قالوا له: لأ، ده اسم ملك من ملوك الجن وهو واخد اللقب بتاعه، والملك ده بيساعده في الحاجات اللي بيعملها. راح له وأول ما وصل لقى بيت قديم ولسه هيخبط على الباب. لقى الباب فتح وطرقة طويلة كلها ضلمة وهو قاعد في الآخر ومولع شمع حواليه. وقال له: تعالى يا عصام ما تخافش. أول ما دخل الباب قفل لوحده. دخل لقى عنده قطط ميتة ومتعلقة وعلامات غريبة على الحيطة.
الراجل قال لي عصام عاوزني في ايه؟ عصام حكاله على كل اللي حصل. فضل ساكت وقال له رباع. عصام قال له ايه رباع ده؟ قال له ده ملك من ملوك الجن، بيعمل لصاحبه كل حاجة يأمرها منه، بشرط انه يقدم له بنات لسه بكر قربان، وبيقتلها بعد ما ياخد منها دم يستعمله في الأعمال. عصام قال له طيب ايه العمل دلوقتي؟ قال له العمل واحد ملوش تاني، ان الجثة تدفن كده رباع هيطلع منه. عصام شكره وراح على الصعيد ووصل المركز، لقاه شبه مهجور. سأل الناس قالوا له كان بيظهر فيه حاجات غريبة وأصوات وناس بتموت، فسابوا المكان هنا وما تفكرش تدخل جوه. عصام قرر انه يدخل علشان يخلص من العذاب ده. دخل وهو سامع صوت حنفية بتنقط مية، وكل ما يقرب من أوضة الإعدام بيحس بحرارة شديدة، لحد ما وصل لقاه متعلق زي ما هو ما حصلش فيه أي حاجة. راح قرب منه علشان ينزله، لقى صرخة ومرة واحدة عينيه فتحت، كانت كلها بيضة، وسمع صوت بيقول له انت جاي لي لحد هنا كمان؟ والأرض تحته اتهزت جامد. حاول يفك الحبل مش راضي يتفك. لقى ايد طلعت من الأرض مسكته من رجليه، سابه وجري لحد بره. رجع للدجال قال له هقول لك على حاجة تعملها علشان تخلص من ربعان. طلع قماشة من معاه وقال له دي حاجة تخصه وهتحميك. فتحها لقى فيها قرن. قال له ده بتاع ربعان، محتفظ بيه لحد اليوم ده. مطلوب منك تجيب كيس دم وعيون بتاعة واحد بني آدم. عصام قال له أجيبها منين؟ قال له معرفش، اتصرف. عصام راح لدكتور معرفة شغال في مشرحة وقال له أنا جايلك من طرف الدكتور إيهاب. الراجل قال له أنت شكلك كده بتعمل أعمال. قال له ولا أعمال ولا غيره، أنا عاوز الحاجة دي وخلاص. الراجل قال له ده لسه طازة النهاردة. وراح لابس الجوندي ومطلع عينه وراح حاططهم في كيس. خدهم وراح للدجال. الدجال قال له هتروح في أي أوضة من السجن وتعمل دايرة بالدم اللي معاك، وتحط كل عين من دول على جنب الدايرة من اليمين والشمال، وخلي القرن معاك طول ما انت في الدايرة محمي، وافضل قول كنعان يجور فازيل. افضل كررهم وهو هيظهر. شده في الدايرة وتغرز القرن في قلبه. وبالفعل عصام راح هناك وسمع أصوات مرعبة في كل مكان، بس هو مقرر يا يموت يا يموت ربعان. عمل دايرة بالدم وحط العينين وفضل يقول كنعان يجور فازيل. لقى الحيطان بتهتز والدايرة نورت من النص وصوت بيزلزل المكان، وفضل يكرر كنعان يجور فازيل. لقى حاجة طلعت من النص شكله مرعب وجاي عمال يقرب منه، وكل ما يكرر هو يضعف. كان مليان شعر وعينيه حمرا وعنده قرون، بس ده قرن مكسور اللي هو معاه، اللي الدجال قال له اقتله بيه. وفضل يقرب. راح عصام شده في الدايرة، راح مسكه من رقبته وفضل عصام يكرر كنعان يجور فازيل، والكائن عمال يصرخ صرخات عالية جدا. وراح عصام مدخل القرن في صدره وفضل يقول كنعان يجور فازيل لحد ما وقع، وبدأ دمه يسيل ويندمج مع الدم اللي عامل بيه الدايرة، والدم كله راح في العينين وفجأة اختفوا. راح لقى أوضة المشنقة ريحتها مقرفة، ولقى الدجال جسمه متعفن. خده في شكارة وراح مكان ما فيهوش حد خالص ودفنوا فيه. روح البيت لقى البقعة اختفت من الحمام والهوا الدافئ راح يسأل على الدجال اللي كان عنده، قالوا له ساب المكان. عصام قدم استقالته من شغلانة العشماوي واشتغل شغلانة تانية. وهي دي نهاية قصتنا النهارده.